صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هبصوا جايبه لكم بقى طريقه حلوه جدا للحمل، والناس اللي ما حملتش اديلها فتره طويله باذن الله هتحملوا. بس جربوا الطريقه دي بالظبط بالظبط. اهم حاجه في الوصفه دي ان انت تعمليها من اول يوم تكون عليك الدوره، يعني لمده 10 ايام. عدي 10 ايام من اول يوم الدوره لحد 10 ايام، كل يوم على الريق تشربي. نطلع 10 حبات جرنفل، يعني نعد مع بعض: 2 2 4 6 8 10 زي ما هما. وعليهم شوفوا هنحط عليها مية سخنة. انا اقول لكم الطريقة بالظبط. دلوقتي انا هحط الجرنفل في المية زي ما انتم شايفين، وجبت هنا السر بقى في المكون التاني ده. انا طحنت هنا سمسم، هاخد برضو من السمسم ده معلقة صغيرة اهي كده واحطها عليهم، ولمدة 10 ايام هنشربهم. انا هشرب دلوقتي ده؟ لا، ده هسيبه لمدة نص ساعة. نص ساعة ضروري جدا يا جماعة. اول ما تصحي من النوم، اول ما تصحي من النوم على طول، السر في الجرنفل ده. شايفين الجرنفل ده؟ تجيبي لك شوية حلوين في كيس، وكل يوم ل10 ايام بتاعت الدورة تستخدميهم. امتى يحصل جماع؟ بعد 10 ايام على طول، او بعد الدورة على طول. يعني اهتم بالايام اللي بعد الدورة على طول دي ان شاء الله، وباذن الله شهر وتكوني حامل يا رب يا كريم. طبعا مع الاستغفار والصلاة على النبي كتير. زي ما قلنا المشروب ده هسيبه نص ساعة وهرجع اشربه على الريق. لازم على الريق اول ما تصحي من النوم تشربيه لمدة 10 ايام، وباذن الله ربنا يرضيكي بالذريه الصالحه يا حي يا قيوم. والتجربه دي انا جايباها من حد وعايزاكم تجربوها، وان شاء الله ربنا يعطي كل مشتاق يا رب العالمين. وتصلوا على النبي، عايزاكم تصلوا على النبي في التعليقات كتير ولايكات كتير، وهجيب لكم وصفه كمان تانية للحمل بتوائم. بس عايزاكم بقى اللي يجرب المشروب ده ويجيب معاه نتيجه تكتبوا لي في التعليق.